الفيلم في بسنة 2059 طورت البشرية نظرية التعليم العظيمة وتخلصوا من الحروب والجوع والإرهاب. طبيعة الأرض تعافت، والطب تطور لدرجة يقدرون ينقذون الناس من أي مرض، وصار السفر للفضاء شيء عادي. ماكس يسافر بالكون بسفينته الفضائية الخاصة، ومتجاهل اتصالات أهله اللي يريدوه يرجع للجامعة. فجأة كويكب يضرب السفينة ويسبب بها أضرار قوية، فيضطر ماكس يخطط لهبوط اضطراري. للأسف السفينة تصير خارج السيطرة وتتحطم على أقرب كوكب. يقدر ماكس يطلع قبل ما تنفجر بلحظات، وهسه هو عالق بهالكوكب الغريب. يبدي يستكشف المكان ويلكه آثار نار مولعة، وبعدين يلاحظ مخلوق مختبئ قريب. يحاول يتواصل وياه بس المخلوق يهرب. فجأة يجيهم جندي اسمه زيف ويصوب سلاحه على ماكس، ويحكي شي ما يفهمه. ماكس يطلع جهاز ترجمة صغير من حزامه ويحطه بإذنه، بس الجندي يطلق نار على الحزام حتى يخليها يفقده، وبعدين يعتقله ويوديه لأقرب بلدة. ينصدم ماكس من شكل البلدة، كأنها نسخة كئيبة من الأرض، مثل اللي قاريه بكتب التاريخ. يودوه لمختبر ويحطون خوذة على راسه حتى يفحصون أفكاره وهم يستجوبوه، بس بعدهم ما مصدقين إنه جاي من الفضاء. فيقررون ينقلوه لمستشفى أمراض عقلية بالعاصمة، ويخلو الجندي غاي يرافقه. بهاللحظة كل الناس بالمنطقة يبدهون يهتفون للنشيد الوطني ويعلنون ولائهم للحكومة. بس زيف تجيه نوبة صرع ويطيح. بالطريق للمدينة يلاحظ ماكس الحالة التعبانة للبلدة وأبراج ضخمة متقاربة. غاي يشرح له إنها للحماية من الأعداء. فجأة يصير انفجار بقاعدة أحد الأبراج ويطيح على الطريق، ويموت ناس هواي وهم يحاولون يهربون، وتتدمر أغلب الشاحنات. قطعة حديد ضخمة تخترق شاحنة ماكس، وغايو ينحبس تحت الأنقاض. بس ماكس يركض بسرعة ويسحبه بقوة هائلة قبل لا توصلهم النار. يعرفون إن المتمردين دا يحاولون يسقطون الحكومة، ولهذا محتاجين الأبراج. ما يبقى قدامهم غير يمشون على رجليهم. أول ما يوصلون للعاصمة، رئيس قسم الأبحاث الخاصة ستريدر يسمع بالقصة ويطلب من موظفه فإنك يجيبه لمكتبه. بهالوقت ماكس يكون محتجز بمنشأة خطيرة، ويحطوا داخل خزان مي حتى يدرسون عقله أكثر. بس فانك يوقف التجارب ويستخدم شارة ستريدر حتى ياخذ ماكس غصبه عن العلماء بمبنى حكومي. المدعي العام أومنيك يطلب من موظفيه يتابع أي أخبار تخص ماكس، بعدين ينتبه للوقت ويختبئ بالحمام حتى تجيه نوبة صرع بعيد عن الأنظار. بنفس الوقت فإنك دا يسوق ماكس ويلقى الطريق مسدود، فيدور طريق تاني. كان متوتر لأنه لاحظ الوقت، وبهاللحظة تجي نوبة صرع همين، والسلطات تجي حتى تاخذه، وكل الناس يبدهون يهتفون للحكومة ويعتبرون ماكس منحرف لأن ما دا يهتف وياهم. مستغل الفوضى، ماكس يهرب فوراً. بمبنى الحكومة يتبين إن البلد يحكمها نظام ديكتاتوري تحت سلطة الآباء المجهولين، منهم سترايك وأومنيك، وإذا واحد منهم يغلط البقية يقتلونه فوراً. وهذا يبين قسوتهم حتى على بعضهم. بعد ما يتجول ماكس بالمدينة يوصل لحانة ويتعرف على النادلة إرادة، ويعجب بيها بسرعة. يشوف زبون يتحرش بيها فيوقفه فوراً. الرجل يغضب ويحاول يهاجمه بعصا، بس ماكس يتحرك بسرعة وينزع سلاحه بلحظة ويأذي ذراعه حتى يخوفه. يقضون ماكس ورادة بقية اليوم يحجون سوالف طويلة يعلمها عن الأرض والفضاء، ويتضح إنها أخت غاي تدعوه يبات ببيتهم. وهم طالعين يعترضهم نفس الزبون ويريد ينتقم وجايب وياه جماعة، بس ماكس أسرع منهم ويتفادى هجماتهم بالسيوف بسهولة. يشتبكون وياه بالأيدي بس ضرباتهم ما تأثر بيه، ويهزمهم بثواني. بعدها تجي بقية العصابة بأسلحة أكبر، بس مهما كثر عددهم ماكس يقدر يقاتلهم كلهم مرة واحدة. واحد يمسك رجله بحبل، وثاني يلفو سلط على رقبته، بس يستخدم هالأسلحة ضدهم ويسحبهم ويقضي عليهم. بالنهاية ما يبقى غير صاحب العصا يرمي كرة صغيرة بيها شفرات على ماكس، بس يتفاداها بسهولة. بعدين ببيت رادا يرجع غاي وينصدم من وجود ماكس، بس يتذكر شلون أنقذه ويسمح له يبقى.
تمر الأيام ويتعلم ماكس هواي عن ثقافتهم، ومنها إنهم يعزفون موسيقى. تنعرض الأفكار على التلفزيون كأنها فيلم، ويعلمون الناس إنهم عايشين داخل الكوكب مو على سطحه، وماكو كواكب ولا نجوم ثانية. وبالتاريخ الرسمي ينكتب إن الآباء المجهولين أوقفوا الحرب ضد المتمردين اللي يسموهم المنحطين باستخدام الأبراج، وأنقذوا البلد. غاي كان متحمس كلش يدافع عن وطنه، ودعا ماكس يصير حارس مثله. وبما إن ماكس ما عنده هوية ولا أوراق، لازم غاي يقنع القائد تشاتشو يخليه ينضم. بالبداية لازم يتدرب، فتعلم ماكس الترانيم وشارك بتجارب المهمة. بالاختبار لازم يركض بمناطق بها نار، ويطلق نار على لوحات تمثل المنحرفين. ماكس قناص شاطر، بس رفيقه مو قدها، فساعده بنصايح حتى ينجح. بعدين غاي وبخه على انفراد ونصحه لا يعيدها، لأن رؤسائهم يريدون انضباط صارم. بالبيت ماكس يتدرب بقوة، وغاية يسأله عن القوانين حتى يختبر حفظه. مرات يتمرنون سوا، وبأوقات فراغه يقضي ماكس وقت ويهراده، وبالنهاية يتبادلون قبل. من ينقبل رسميا بالجيش يشارك بأول مداهمة إله بأراضي المتمردين. الجنود يقتحمون البيوت بقسوة، يفجرون قنابل ويدفعون الناس بطريقهم. ينصدم ماكس من يكتشف إن المتمردين مجرد ناس عاديين خايفين، فيطيح سلاحه فورا، بينما البقية يعتقلوهم. واحد من المتمردين يطلع ويطلق نار، بس ينطرح أرضا بسرعة، وتشاتشو يبدي يركله بس للتسلية. بعدها يشوف ماكس عشرات المدنيين ينسحبون بعنف للشاحنات. يسأله تشاتشو ليش أسقط سلاحه، فيشرح ماكس إن كلمة منحط خلاه يتصور وحوش مفترسة مو ناس فقراء. تشاتشو يسب المتمردين ويسميهم حثالة، بس يعترف إنهم يحسون بالألم مثل غيرهم، بينما ماكس يوضح إنهم ما يحسوا بأي ألم أبداً. بعدين الآباء يحاكمون المتمردين تحت أضواء قوية وحارة. بعضهم ينكر أي تمرد، وبعضهم يسب الآباء ويذكرهم بكل اللي قتلوهم. حسب تصرفاتهم بعض السجناء ينرسلون لأعمال يومية، والبعض الآخر يعدم. واحد من المتمردين يفرجيهم ذراعه الصناعية اللي اضطر يسويها بعد ما الحراس قطعوا ذراعه. الآباء يعاقبوه ويحطوه ببدلة مليانة غاز يحرق جلده. ماكس يضطر يشوف كل شيء وهو يخفي اشمئزازه. بعدين يحاول يقنع غاي إن اللي دا يصير غلط، بس غاي يدافع عن حكومته. وبسبب ظهور ماكس العلني، فانكي يحدد مكانه أخيراً. بوقت متأخر يستدعون غاي وماكس لمكتب تشاتشو، واللي من يوصل فانكي يكونون طالعين. تشاتشو يريد من ماكس يثبت ولاءه، فيأخذه للغابة ويأمره يقتل 2 من المتمردين. ماكس يبعدهم وكأنه راح يطلق النار، بس يخليهم يهربون. بعدها يواجه تشاتشو ويعلن استقالته. تشاتشو يغضب ويطلق النار على ماكس، متجاهل توسلات غاي. بعدين يسحب غاي للعاصمة ويترك جثة ماكس بالغابة. بنفس الوقت الآباء يناقشون شلون ينهون هجمات المتمردين نهائياً. أومينيك يقترح يجمعون كل الحراس بجيش ضخم مبين رغبته بمزيد من الحرب، والبقية يؤيدون غزو شامل، بس لازم يلقون طريقة يقنعون بها الرأي العام يرجع يتقبل الحرب. يمكن بمحاولة اغتيال وهمية. بالمساء المتمردين يلقون ماكس بالغابة وينصدمون إنه بعده عايش، لأن جسده يلتئم بسرعة رهيبة. ماكس يشرح تطور الطب بالأرض، وإن شعبه ما يعرف شيء اسمه جرح قاتل، وما ينقتل إلا برصاصة مباشرة بالرأس. بالمقابل المتمردين يوضحون إن الآباء طغاة استولوا على الحكم بالقوة، وإن الأبراج مو للحماية بل تبث موجات لغسل الأدمغة. لهذا السبب الناس تجيهم نوبة هياج وطني بنفس الوقت مرتين باليوم. بعض الناس عندهم مناعة ضد الموجات، بس تجيهم نوبات بدلها، والحكومة تصنفهم منحرفين حتى تلاحقهم. بهاللحظة الأبراج تبث موجاتها، فيحطون المتمردين عصي بأفواههم حتى ما يختنقون أثناء النوبة. بالمدينة أومنيك يسوي نفس الشيء سراً، وبفضل جسده الأرضي ماكس ما يحس بأي ألم، فيساعدهم يتجاوزونها. بعدها يقطعون السياج حتى يعبرون لمنطقة البرج، والمتمردين يطلقون ناراً على الجنود، وينطلق الإنذار. وماكس يركض داخل المنشأة بدون ما يخاف من الرصاص،
ويطيح أي جندي يوقف بطريقه بإيديه العارية. ينقتل عدد من المتمردين، والبعض يحاول يختبئ وراء الجدران ويستمر يقاتل للنهاية. يوصل ماكس لأسفل البرج ويزرع قنابل، وبعدين يندفع للخارج ويرمي حبل بخطافات بملابس كل متمرد حتى يسحبهم وياه، أحياء أو أموات. وبقوة ماكس الهائلة تقدر المجموعة يهرب ماكس للغابة قبل لحظات من ما ينهار البرج بسبب الانفجار. للأسف يموت متمرد ثاني متأثر بجروحه، ويبقون بس ماكس ورجل واحد الناجين الوحيدين. بعد فترة يتسلل ماكس ويرجع للمدينة ويلتقي برادا، وهو ما يدري إن جار شافه وبلغ السلطات. من يرجع غاي للبيت يصير جدال قوي ويحاول يطرد ماكس. بهاللحظة توصل القوات، فماكس يندفع فورا حتى يحمي الأخوين ويبدي يضرب الجنود اللي برا. كان سريع وقوي، بس تشاتشو يمسك رادا رهينة وما يبقى قدامه ماكس غير يستسلم. بعدها ينزج بالسجن ويه مجموعة سجناء، منهم زيف والرجل صاحب الذراع المعدنية. بنفس الوقت سترايك يزور أومنيك اللي يقعد على كرسي ضيج جدا حتى يضايقه عمدا كنوع من تعذيب نفسي. وبما إن أومنيك مسؤول عن برنامج إعادة تأهيل، سترايك يريد يطلق سراح ماكس حتى يدرسه ويتدخلون بصفقة. بس بعد ما يطلع سترايك، أومنيك يشوف ملف ماكس ويكتشف إنه ما تجيه نوبات صرع. يطمع بهالقوة لنفسه، فيأمر موظفه يخطف ماكس ويدبر اختفاء غامض إله، ويرسل رسالة لسترايك إن ماكس مات بالمعركة. الصبح السجناء ينرسلون للغابة حتى ينظفون المنطقة، يعني يجمعون الأسلحة اللي بقت من الحرب. فجأة مجموعة ماكس تشوف روبوتات دفاع فينزلون فورا للأرض، بينما الروبوتات تبدي تطلق نار بشكل دائري بدون توقف. ينتظرون فرصة مناسبة ويردون عليها ويدمرونها واحد واحد لحد ما تنقضي كلها. بعدها يكملون تفتيش المنطقة، وزيف يشرح لماكس عن المخلوق اللي شافه أول ما وصل. يقوله إنهم بشر متحولين خطيرين ولازم ينقتلون فورا، لأن إذا لا يقتلونهم هم أولا. بعد شوية زيف يطيح فجأة بحفرة مخفية، وماكس يقفز حتى يساعده. يكتشفون شبكة أنفاق تحت الأرض ويمشون بها لحد ما يوصلون لمنشأة قديمة مهجورة. من يلاحظون وحش يتحرك بالظلال، يشغلون الكهرباء ويلكون معدات قديمة. وبينما دا يشوفون عدسات تبين الصحراء، الوحش يستغل الفرصة ويهرب، وماكس يطلب من زيف لا يطلق النار. ينصدمون لمن يشوفون عظام بشر على الأرض، والوحش يخرب المعدات حتى يقطع الكهرباء وبعدين يهجم. يمسك زيف بقوة وكان راح يعضه، بس ماكس يقاوم بإيديه العارية. بعد صراع طويل يطرحه أرضا وينقذ زيف بآخر لحظة. بعدين بينما زيف نايم، ماكس يفك الحبال عن الوحش ويخليه يهرب. زيف يوبخه، بس ماكس يشرح له إن هالكائنات مو مجرد حيوانات. الصبح يلتقون بالرجل صاحب الذراع المعدنية ويكملون بحثهم. بين الأشجار يليكون دبابة حمراء صغيرة عالقة بالكروم، ولمن يقربون دبابة سوداء تتحرك بحرية وتهجم عليهم. يركضون يختبون وراء الأشجار ويحاولون يطلقون نار، بس الطلقات ما تأثر بهم. تجي لماكس فكرة يطلق نار على الدبابة الحمراء وحتى تتفاعل، ولمن تحاول ترد تضرب السوداء بدلها. بعدها يتسلل ماكس من تحتها ويطلع وراها ويصعد داخلها ويقص الأسلاك حتى يوقفها. بعد ما يأكلون سوا يعلن ماكس أنه ناوي يهرب. الحدود بها إجراءات أمنية حتى تمنع السجناء من الهروب، بس ماكس يصعد للدبابة ويسوقها جنوب، والألغام تنفجر حواليه بدون ما تأثر عليها. لمن يعرف أومنيك بهروب ماكس يثور غضبا بمكتبه. بالنهاية ماكس يشوف جنود يحرسون الطريق ويتكرف لمن يشوف جثث المتمردين المعدومين قريب. يحاول يختبئ داخل الدبابة، بس القوانين تفرض تفتيش كل مركبة. يبتسم ماكس لمن يشوف غاي يقفز فوق الدبابة، فيسحبه فورا لجوه قبل لا يدعس بنزين ويتقدم، محطم البوابة ومتجاهل إطلاق النار، لأنهم ما يقدرون يأذون الدبابة. وهم يعبرون أراضي مجهولة، غاي يكون غاضب وخايف من الإعدام ويحاول يهرب، بس ماكس يمنعه ويخليه داخل الدبابة ويوعده بحياة أفضل هواي من اللي عاشها.